مشاهدينا الكرام، قبل أن نعرض صور الرجاء بعد الأطفال ومن لا يحتمل المشاهدة لبشاعة الصور، ونحن نعتذر عن ذلك ولكننا مجبرون على بثها. أعزائنا المشاهدين، نعرض الآن صورا مؤثرة، ولكن عذرا نحن نحتاج إليها لنبث ما تقوم به هذه الخلايا التي نشطت وتحولت لآلة تدميرية. انظروا معنا مشاهدينا الكرام مدى العنف، ولا أعتقد أنها تصدر من مسلم موحد. لم نكن نعلم أن بيننا من يحمل في قلبه غلا وحقدا فاق كل التصورات. جريمة وحشية عكست هذا الحقد الدفين على رجل خرج من بيته صباحا ليؤدي واجبه الوطني في حفظ الأمن والسلم. هذا المشهد المروع جاء عن طريق أحد شهود العيان الذي كان قريبا من منطقة تطهير دوار مجلس التعاون، يظهر بشاعة ما قام به عدد من الخارجين عن القانون من عمل إرهابي وحشي، وذلك بقتلهم أحد أفراد قوات الأمن، حيث قام المجرمون بعد دهسه بالسيارة بالتجمع حوله لركله وإلقاء الحجارة عليه دون رحمة إلى أن فارق الحياة. ولم يكتفوا بذلك، إذ واصلوا في التنكيل بجثة شهيد الواجب بأفعال بربرية وحشية، استمرارا في تفريغ هذا الحقد الدفين الذي جردهم من أي مشاعر أو ذنب للقيام بمثل هذه الجرائم الوحشية التي تتنافى مع أدنى حدود الإنسانية، والتي لا يرضاها دين أو مذهب لأي إنسان كان.